الشخص اللي بيقول لك انليمتد ازاي بيغطي التكاليف دي؟ هيعمل حاجه من التالت، هيجي يقول لك انليمتد وهيكتب لك في العقد بتاعك كده حاجه اسمها انتر فير يوز، ودي ببساطه معناها بالعربي كده يعني او بالمصري اول ما هتكبر هتدفع، بمعنى هيديك لغايه مثلا باندويت تيرا في الشهر، فالتيرا دي هتكفي مثلا 200 طالب 300 طالب، بعد كده هيقول لك لا ادفع بقى، وهتلاقيه بيدفعك مبالغ كبيره جدا. في شركه معظم مصر اشتركت فيها 2020 لغايه 2023 كانت الناس كلها بتشترك في فيميو. فيميو كان كاتب كده بالبونت العريض انليمتد باندويتس، بس كاتب لك شرط تحت كده انتر فير يوز، وقال لك ايه ان 1% بس من الكلاس بتاعنا اللي بيدفعوا الفرق ده، انت مش هتحتاج تدفع اي حاجه، بس اول ما بتشتغل ولو عديت 2 تيرا في الشهر امسك هيديك فاتوره ب 10000 دولار. وناس كتيره جم اشتركوا معانا عشان المشكله دي بالذات. اول حل تاني ان مش هيكبر السيرفر وهيسيبه زي ما هو، فبالتالي السيرفر بتاعك هيتقل وهيلاج وهيقع. عشان كده هتلاقي في منصات كتيره جدا الشغل بتاعها بيقع ولاجز وما فيهوش سكيورتي عشان هو مش هياخد فلوس. سيب لي في الكومنتس هل وقعت قبل كده في فخ الانليمتد ده، ولما وقعت فيه عملت ايه وكلفك قد ايه فعلا.